زيزو يحكي قصة. زيزو هو سرحان بيتخيل حكايات ومغامرات وبيحب يكتب قصص عنهم، لكن لما مدرسته بتبتدي تحكي قصة في الفصل بيبقى مش قادر يقعد مكانه ولا بيكون عارف يركز معاها، وكمان ساعات بيتوتر جدا لما يكون مطلوب منه يكتب قصة طويلة في المدرسة. مدرسة زيزو اقترحت عليه إنه يدخل مسابقة القصة عشان هي عارفة إنه بيحب يكتب قصص. زيزو كتب قصة عن سكر لما كان صغير، وإزاي هرب من فتحة صغيرة في سور الجنينة وتاه في الشارع. زيزو كان بيكتب شوية صغيرة كل يوم، وانبسط قوي لما طلعت نتيجة المسابقة واكتشف إن قصته كسبت المركز الثاني على المدرسة، وكان فخور جدا بنفسه لما مدرسته علقت شهادة التقدير على الحيطة عشان الكل يشوفها. ممكن تتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تفكر مع ماما أو بابا أو أي حد بتحبه وبيتفرج معاك على القصة دي. تفتكر إيه الحاجات اللي زيزو شاطر فيها وإيه الحاجات اللي هو مش شاطر فيها؟ ليه زيزو كان بيكتب حتة صغيرة من القصة كل يوم؟ يعني إيه فخور؟ وليه زيزو كان حاسس بالفخر؟ زيزو كتب قصته عن سكر لما تاه منه. لو انت هتكتب قصة تفتكر هتكون عن ايه؟ زيزو شاطر في كتابة القصص. اكتب لستة بشوية من الحاجات اللي انت شاطر فيها، سواء كانت حاجات كبيرة أو صغيرة. هنستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة من يوميات زيزو.